أهلا بحضراتكم. الشعر تاج على راسنا كلنا. الشعر العناية بيه مهمة جدا، علشان الشعر الصحي هو اللي شكله جميل. العناية بالشعر تنقسم لمراحل كتير جدا، أهمها وأولها هو غسيل الشعر. اختيار شامبو ملائم لنوع فروة الرأس، الدهنية أو الجافة أو العادية. مهم جدا الشعر وهو مبلول ما يتنشفش بأي دراير أو بلور، تنشيف بالفوطة فقط، طريقة بسيطة خفيفة على الشعر. الشعر يتسرح بمشط خشب واسع لما يبقى مبلول، وما يتربطش أبدا ولا يتغطى. لما ينشف نسرحه بالطريقة الملائمة، ولما يتربط لازم يكون جاف، وتكون الربطة على بعد على الأقل 5 سنتيمتر من فروة الرأس. استخدام الكونديشنر الملائم لنوع فروة الرأس ولطبيعة الشعر مهم جدا. ممكن يتساب على الشعر من 5 ل 10 دقايق وبعدين يتشطف بالمية، بس ما يفضلش انه يفضل على فروة الرأس فترة طويلة. استخدام السيرم مهم عشان يحمي الشعر من العوامل الجوية المحيطة بيه، وكمان من أشعة الشمس. وفي بعض المنتجات الحالية فيها معامل حماية واقي من الشمس، لأن الشمس زي ما اتكلمنا وقلنا قبل كده بتعمل التهاب بسيط وقد تؤدي إلى حروق في أطراف الشعر. طول الشعر وقصه من الحاجات المهمة جدا اللي الناس دايما بتسأل عليها. عشان أحافظ على شعر بيطول بشكل سليم وما يتعرضش للتقصف، بحتاج أقص سنتي من الأطراف كل شهر ونص. إنما علشان أحافظ على الطول زي ما هو من غير ما يطول زيادة، بقص سنتي ونص كل شهر من الأطراف. في حاجات تجميلية كتير ممكن تعمل للشعر، إنما المهم نختار منها اللي ما يأذناش. استخدام الكيماويات بكثرة في الصبغة وفي الستريتنرز وفي الاكستنشنز كمان، كل الحاجات دي ممكن تأثر سلبا على صحة الشعر، على طوله، على لمعانه، على كثافته، وتؤدي لمشاكل في فروة الرأس. لازم نستشير الطبيب عشان نعرف ايه الأمثل لينا وايه اللي ممكن نستخدمه بأمان بدون ضرر على المدى الطويل.